السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب جريد 4 عاملين ايه؟ هناخد مع بعض يا ولاد النهاردة هناخد كونسبت جديد، هناخد lesson 1 في concept 2. نبدأ مع بعض. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. احنا الليسون بتاعنا والكونسبت بتاعنا كله هنتكلم فيه يا ولاد عن حاجة جديدة ما خدناهاش قبل كده، اللي احنا هنتكلم فيها عن الفيول. فيول يعني الوقود. هنتكلم عن الديفينيشن بتاعه، عن الريسورسز بتاعته، عن الانواع بتاعته. هنتكلم عنه بكل تفاصيل بتاعته. تمام. مبدئيا كده يا ولاد احنا متفقين مع بعض ان عندنا ان most of energy chains، ماشي، ان معظم سلاسل الطاقة متفقين ان هي start with مين؟ with the sun. تمام. دي معلومة طبعا احنا خلاص عرفناها من السيشنز اللي فاتت، ان احنا دايما سلاسل الطاقة بتبدأ بالمين؟ بالصن. تمام. sun هي المين sources of مين؟ هي المين source of energy on the earth surface. هي المصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض. مين هي؟ الصن. دي طبعا ده كومبليت مهم، لازم تبقى عارفه إن الصن هي المين sources of energy on the earth surface. تمام. احنا عندنا بقى الفيول يا ولاد هو one of the most important resources of energy، هو من أهم مصادر الطاقة مالها that humans depend on to get energy. من أهم مصادر الطاقة اللي الإنسان أو البشر بيعتمدوا عليها عشان يحصلوا على الانرجي اللي هم محتاجينها هو الفيول. تمام. احنا فعليا على مدار يومنا كده ما نقدرش ان احنا نقعد من غير ما نكون مستخدمين الفيول في اي حاجة، اللي هو الوقود في اي حاجة. يعني انت لو بصيت كده، انت اول ما انت بتصحى انت عايز تسخن حاجة تاكلها، حاجة تشربها، بتعمل ايه؟ بتشغل بوتاجاز. البوتاجاز هو شغال بنوع من انواع الفيول زي ما هنشوف مع بعض في الاسم بتاعنا، اللي هو الناتشورال جاز. تمام. احنا عاوز ان انت تاخد شاور، فانت بتستخدم الهيتر السخان اللي هو بيشغل ناتشورال جاز، عشان في انواع طبعا بالالكتريك، احنا بنتكلم على اللي شغال بالغاز الطبيعي اللي هو الناتشورال جاز. انت كده بتستخدم الفيول. تمام. انت عاوز ان انت تتحرك بالكار، بالباص بتاع المدرسة، اي وسيلة مواصلات انت عايز تتحرك بيها، بتتحرك بتشتغل بالفيول. تمام. لو انت في بعض الناس وزمان طبعا كانوا بيستخدموها اكتر، مثلا في الورمنج، في التدفئة، ان انت مثلا في مكان برد وكده وعايز تتدفى. زمان هتلاقيها في مثلا تتفرج على التلفزيون فيلم قديم او مسلسل قديم، كان بيبقى فيه دفايات كده موجودة في المكان، بتبقى موجودة فكرتها ان هما يعملوا بيرند للوود، يحرقوا الخشب. تمام. يعني بيعملوا الورمنج عن طريق ان هم يحرقوا الخشب، وهو كده بيبقى ده نوع من انواع الفيل، ده نوع من انواع الوقود، ان هم بيستخدموا يعمل وورم للمكان من خلال الحرارة اللي هيطلعها الخشب ده لما يتحرق، فهم كده بيعملوا ورم. فدي كلها انت استخدمت الفيول من غير ما انت تحس. عشان كده هو very important resources of energy، هو مصدر أساسي ومهم جدا للطاقة بالنسبة للهيومن، ما نقدرش نستغنى عنه. تمام. تعالوا كده نشوف ايه هو الفيول، ايه الديفينيشن بتاعه. It is any substance that produce thermal energy. هو أي substance مالها produce thermal energy، أي مادة بتنتج thermal energy، بس امتى؟ when it is burned. برافو عليكم. أي مادة تتحرق، ماشي، تتعرض للحرق وتخرج thermal energy، أنا بعتبرها دي كده fuel. يبقى ايه هو الفيول؟ it is any substance، تمام، that produce thermal energy، بتنتج طاقة حرارية when it's burned. أي حاجة بتتحرق وتطلع لي طاقة حرارية، دي أنا بعتبرها fuel. زي يعني انت لو جبت شوية ورق شجر وولعت فيه كده وحرقته، طلع thermal energy، طلع طاقة حرارية، انت كده ده fuel. تمام. ان احنا مثلا خشب، تمام يا ولاد. هنا بيقول لي we use fuels in many purposes such as زي ما قلنا warming our houses. تمام. supply cars with mean energy to move.
تمام، زي ما قُلنا إن إحنا الcars ما بتقدرش تتحرك من غير لمّا أنت بتحط فيها إيه، يا بتحط فيها الجازولين اللي هو البنزين، أو في العربيات اللي هي بتستخدم الnatural gas كده أو كده، هُم لازم هناخد مع بعض هُم شكل من أشكال الإيه الfuel. فأنت كده هُم الاتنين دُولة، فالcar لازم إن أنت تمدّها بنوع من أنواع الfuel اللي هو الجازولين أو الnatural gas عشان تقدر إن هي إيه to move. تمام؟ طيب هنا بيقول لك where does the fuel we use every day come from؟ تفتكر بييجي منين الfuel اللي إحنا بنستخدمه كل يوم ده بييجي منين؟ the following picture ماشي، الpictures اللي هنا أهو دي معانا كده ماشي، بيدينا إيه، بيورينا إيه show several forms of fuels، بتورينا الأشكال forms of fuels ماشي، الأشكال بتاعته such as مين، زي ما قلنا الجازولين اللي هو البنزين تمام، والكول اللي هو الفحم، والناتشورال جاز اللي هو الغاز الطبيعي that we use in our daily life ماشي. for example الجازولين ماشي from the gas station، الجازولين اللي انت بتجيبه من الجاز ستيشن اللي هو من محطات البنزين تمام. come from مين، احنا تفتكروا البنزين اللي احنا بنروح نمونه من البنزين ده من البنزينة بيبقى جاي منين، هو بيبقى comes from oil، بيبقى جاي من النفط تمام. النفط ده بيكون ايه، بنعمل له ايه extracted from the underground، احنا بنستخرجه من تحت الارض. النفط ده اللي احنا بناخد منه جازولين البنزين ماشي، احنا بنستخرجه ماشي، بنعمله extracted from مين under the ground تمام. فهنا في البيكتشر دي بيوريك الفورمز بتاعته، اشكال الفيول اللي احنا بنتكلم عنه، انواع الوقود. عندنا جازولين واللي هو البنزين، والناتشورال جاز اللي هو الغاز الطبيعي اللي هو زي ما قلنا بيبقى شغال بيه معظم البوتاجازات في بيوتنا والسخانات تمام، والكول طبعا اللي هو الفحم تمام. دي كده الفورمز بتاعته، يعني يجي يقول لك تشوز او كومبليت ايه الفورمز بتاعت الفيول، هو إيه؟ ادي اشكاله، الاشكال بتاعته، الامثله بتاعته الجازولين، ناتشورال جاز، الكول تمام. هنا بيقول لي الفيلز اند ايه رود تريبس. لو انت مثلا تعال نشوف بقى ان احنا من اول ما هنقول ايه هنعمل رحله كده بالكار، ونعمل ان احنا من اول ما هنمون بقى العربيه تمام. فايه نعمل ايه الخطوات بتاعتنا، what are the ايه fuels، بيقولك ايه هو الفيلد اللي انت بتحط بتزود بيه العربيه، فيلد العربيه بتاعتك بيه تمام. هنا بيقولك fuel is important to move cars and trucks، هو مهم جدا طبعا، هو من غيره الكارز مش هتقدر ان هي ايه تتحرك، اي نوع عربية حتى الموتوسيكلات اي حاجة بتتحرك في وسيلة مواصلات لازم تكون إيه محطوط لها ايه فيول، لازم يكون في نوع وقود معين هي شغالة بيه، سواء بقى كان جازولين او ناتشورال جاز على حسب نوع الوقود اللي بيستخدموه، لازم تكون هي مزودة بيه. ليه الفيول يا ولاد بالنسبة للكارز والتراكس زيها زي بالنسبة الفود بالنسبة لك، احنا اتفقنا قبل كده ان انت لو انت مش واكل كويس انت هتبقى ايه، مش قادر تعمل ايه تتحرك، مش قادر ان انت تذاكر، تصلي، إيه تعمل اي حاجة، مش قادر تعمل اي حاجة طول ما انت جعان، مبيبقاش عندك ايه الانرجي، طاقة ان انت تعمل اي حاجة صحيح. فانت بتعمل ايه تاكل ماشي عشان يبقى ايه جسمك ياخد الانرجي المحتاجها عشان يعمل اي حاجة بقى اللي انت هتعملها، هتخرج، هتنزل، تلعب رياضة، اي حاجة انت النشاط اللي انت عايز تعمله تمام. نفس الفكرة بالنسبة للكارز، الغذاء بتاعها هو الفيل، من غير الفيل ما بتقدرش ان هي ايه تتحرك على طول. اول ما انت العربية بتشطب بنزين بتلاقي ايه على طول بابا لازم ايه مؤشر العربية لازم على طول ان هو يمونها عشان تقدر الايه العربية تشتغل من تاني، من غيرها تقف مش هتتحرك تمام. هي نفس الفكرة تمام. فهنا بيقولي the following diagram shows the importance of fuel in a moving car. مهم ازاي بقى في ان احنا نعمل moving الكارز، نحرك العربيات ازاي. in gas station ماشي، the car tank is filled with a gasoline،
زي ما إحنا شايفين كده أهو، إحنا بنفوّل زي ما بنقول العربية بتاعة التانك بتاع العربية، ماشي، إن هو نعمل field للتانك إن إحنا بنملاه بالجازولين. when the car is operated، أول ما نبدأ إن إحنا نشغّل المفتاح بتاع العربية، تمام، الfuel is بيحصل له الfuel burned inside the car engine، ماشي، بيحصل عملية حرق في محرك العربية، ماشي، داخل محرك العربية to produce مين energy، عشان يدينا الانرجي اللي احنا محتاجينها. ليه الانرجي دي تعمل this energy allowing the engine to، بتسمح له ان هو يعمل rotate المحرك ده، ماشي، يعمل rotate the car wheels، ان هي تبدأ تعمل روتيت يعني دوران، تحرك تدور العجل بتاع العربية، فالعربية تبدأ تتحرك. فهمت ازاي؟ يعني احنا مجرد ما حطينا الجازولين في التانك بتاع الكار، تمام، بيحصل انت اول ما بنشغل المفتاح بتاع العربية، ماشي، ان احنا نعمل اوبريت للكار، الفيول ده بيحصل له بيرند، بيحصل له احتراق، تمام، وده بينتج عنه اساسا energy، الانرجي دي مالها allowing the engine to rotate the car wheels، يحرك العجل بتاع العربية، تمام. أرجو تكون وصلت لك الفكرة. هنا بيقول لي from the previous diagram، ماشي، we can observe that، نقدر نلاحظ without fuel، ماشي، cars can't move، زي ما احنا اتفقنا، من غير مش هتقدر ان هي تتحرك، لان هو زي ما قلنا هو المصدر الانرجي بالنسبة لها، تمام. the fuel، ماشي، fuel is burned inside the car engine، تمام، producing thermal energy that is converted into kinetic energy. لازم اخد بالي هنا حصل convert الانرجي من من thermal energy اللي حصل نتيجة البرنت بتاع الفيول، تمام، converted into kinetic energy. امتى kinetic دي حصلت؟ لما انا حركت الويلز بتاعت الكار، لما انا حركت العجل بتاع العربية، which causes the car to move، تمام. هنا بيقول لي معلومة برضو مهمة لازم تبقى عارفها، ان انا as the speed of car increases، ماشي، اول ما بزود سرعة الكار، ماشي، speed of car increases، اللي بيحصل amount of fuel is increase. لما انا بزود سرعة العربية بزود كمية استخدامي للفيول. ازاي؟ يعني انا كل ما هزود سرعة العربية انا بحرق كمية وقود اكتر، لان احنا متفقين ان هي الكار ما بتتحركش غير لما انا بعمل بيرند للفيول، فانا كل ان انا اقطع مسافة اسرع واكبر، فانا كده بحرق كمية فيول كتير اكبر. عشان كده ان انا لو مشيت بيها مسافات كبيرة فانا بيخلص معايا الفيول، بضطر ان انا يعني امون تاني العربية وكده، تمام. يبقى انا السبيد بتزيد بتاعة الكار، ماشي، بيحصل زيادة عندي لليوز بتاعة الفيول، تمام. هنا بيقول لي في النوت بتاعتي ان scientists العلماء بيحاولوا ان هم يعملوا يصنعوا كارز مالها work with clean sources. يعني ايه clean sources؟ يعني مصادر تكون clean sources of energy، تكون طاقة نظيفة، زي مين؟ زي السولار انرجي. يعني ايه طاقة نظيفة؟ لان انا عندي الفيل يا ولاد، احنا قلنا ان هو بيحصل بيرند، بيحصل لها احتراق، الاحتراق ده بينتج عنه بعض بيحصل pollution، بيحصل تلوث للانفايرمنت. ان انا الطاقة الحرارية دي الثيرمال انرجي اللي طالعة معايا دي بيبقى طالع منها ابخرة وادخنة، تمام. يعني انت لو انت جيت مثلا شويت شوية مثلا عملت شوية فراخ او لحمة كده، او عملت ان انت شغلت الفحم، هتلاقي نفسك ان انت في كمية دخان طالعة كبيرة، فده طبعا عامل pollution للانفايرمنت. فدايما هما العلماء بيشتغلوا على ان هما بيحاولوا يشوفوا طريقة ان يستخدموا clean sources للانرجي، يستخدموا مصادر طاقة نظيفة ما ينتجش عنها ما ينتجش عنها ملوثات للبيئة، اللي هي زي مين؟ زي السولار انرجي، زي سولار انرجي، وزي الالكتريك انرجي، الطاقة الكهربية. لان هم عايزين يبقى في انواع الطاقة النظيفة دي
تبقى شغالة إن تشتغل بيها الcars معظم المعدات حوالينا، بحيث إن إحنا نقلل من الpollution بتاع الenvironment. تمام؟ هنا بيقول لي what do you already know ماشي about the fuel. أنت تعرف إيه عنه؟ uses of some different forms of fuel. ماشي، استخداماته بنستخدمها في إيه؟ الأشكال بتاعته مختلفة في الفيول بنستخدمها في إيه؟ فإحنا قلنا إن إحنا عندنا بنستخدم إيه؟ عندنا هنا الكول والوود، عندنا هنا بنعمل بيهم إيه؟ cooking food زي ما في الpicture كده قدامك، زي ما قلنا إيه؟ نشوي بيها. تمام؟ وهنا في الwarming دي الدفاية اللي كنت باقول لك عليها، بتبقى موجودة تشوفها في الأفلام والمسلسلات القديمة، يعني دلوقتي قليل لمّا بيستخدموها. فكرة إن هو إيه، بنعمل burn للwood، بنعمل حرق الخشب وبيطلع منه بينتج عنه thermal energy، فبتعمل إيه warming للمكان اللي حواليه. تمام؟ هنا عندي معايا كمان الجازولين والnatural gas ماشي، بنستخدمهم إيه، في الgenerating بتاع الelectricity. لو تفتكر إحنا خدنا من في الconcept اللي فات، في الlesson اللي فات، إن إحنا قلنا إن بيستخدموا في الelectric power station بيستخدموا الcoal ماشي، بيعملوا بيه burn، يعملوا حرق للcoal عشان يشغلوا بيه الgenerators المولدات الكبيرة، عشان يقدروا يعملوا إيه، عشان ناخد منه إيه، يعمل electricity. تمام؟ فإحنا هنا بنستخدم في generating electricity. عندي operating the all means of mean transportation، إن إحنا كل وسائل المواصلات بتشتغل بالجازولين، في منها بيشتغل بالجازولين وفي منها بيشتغل بالناتشورال جاز على حسب النوع بتاعه. تمام؟ هنا بيقول لي note إن الناتشورال جاز also can be used in cooking food. زي ما إحنا اتفقنا معظم البوتاجازات عندنا بتبقى شغالة بالناتشورال جاز، بالغاز الطبيعي، عشان cooking food. Coal also can be used in generating electricity. زي ما قلت إن إحنا بنستخدمه في electric power stations، في محطات التوليد الكهرباء الضخمة الكبيرة، بنعمل burn للكول، بنعمل حرق للفحم، من خلاله بنشغل بيه أجهزة كبيرة ماشي، اللي هي generators مولدات، ومن خلالها إن إحنا بناخد منها electricity اللي هي بتوصل بعد كده للبيوت والمنازل والمصانع والكلام ده. تمام؟ هنا بيقول لي the following energy chain show how the fuel such a coal زي الكول can be used to get a thermal energy. ازاي ان احنا من الكول بناخد thermal energy؟ هنا بيقول لي light energy. تمام؟ from the sun، يعني بدأت بمين؟ light energy from the sun converted into chemical energy اللي هي موجودة في stored inside coal. يعني أنا هنا عاملين energy chain أهي، بادئة بمين؟ برضه الصن، اللي هي ازاي؟ light energy. الصن تدينا light energy وناخد اللي هي تطلع الأشجار الضخمة اللي احنا بعد كده بناخد منها الأخشاب. تمام؟ بتخزن فيها على شكل chemical energy stored inside the coal. تمام؟ converted into بتتحول لما أنا بحرقه باخد منه thermal energy. خلاص، امتى؟ when burning the coal. تمام؟ كده يا ولاد نكون خلصنا السيشن بتاعتنا، هي سيشن صغيرة وسهلة وبسيطة. تمام؟ وإن شاء الله يعني كل الليسونز اللي جاية هتبقى برضو بنتكلم عن نفس أنواع واستخدامات الفيول المختلفة وكده. وإن شاء الله أرجو نكون عرفت أوصلك المعلومة بأسلوب سهل وبسيط، وزي ما اتفقنا نذاكر أول بأول يا ولاد، وما نراكمش الأسئلة بالذات يا ولاد الجيف ريزون وات هابن، عشان انت بعد كده بتلاقيهم تراكموا عليك وبتلاقي فيه صعوبة في ان انت تفهمهم بسهولة او تحفظهم بسهولة. فانت لو ذاكرتهم أول بأول كل ليسون تطبق الحاجات بتاعته وتحفظها، ان شاء الله مش هتلاقي اي صعوبة ابدا بإذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله السيشن الجاي. اللهم نستودعك ما حفظت وما قرأت وما فهمت، اللهم رده إلي عند حاجتي إليه. أشوفكم على خير إن شاء الله السيشن الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.